السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخبار سارة طال انتظارها لجماهير المنتخب الجزائري، فبعد أيام من القلق والترقب بسبب الإصابات والغموض الذي أحاط بالقائمة النهائية لمونديال 2026، وصلت أخيرا أنباء مطمئنة ومفرحة قد تغير الكثير من الحسابات قبل انطلاق العرس العالمي. كما سنتعرف على موعد الإعلان الرسمي عن قائمة الخضر وآخر المستجدات المتعلقة بالمصابين، بالإضافة إلى تصريحات مهمة من داخل معسكر المنتخب الوطني. إذا كنتم من عشاق محاربي الصحراء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. ونبدأ مباشرة بأهم الأخبار. أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا أن الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 2026 سيكون يوم الأحد 31 ماي على الساعة 3 مساء بتوقيت الجزائر. وبعد أسابيع طويلة من التكهنات والانتظار، ستتعرف الجماهير الجزائرية أخيرا على الأسماء التي ستمثل الجزائر في أكبر منافسة كروية في العالم. أما الخبر الأكثر إيجابية فيتعلق بملف الإصابات الذي أثار الكثير من المخاوف خلال الأيام الماضية. البداية مع الحارس لوكا زيدان الذي خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية الجديدة تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني. النتائج كانت مطمئنة للغاية، حيث حصل اللاعب على الضوء الأخضر للمشاركة في مونديال 2026 بشكل طبيعي، وسيخوض المباريات بقناع واق على مستوى الفك كإجراء احترازي فقط لتجنب أي مضاعفات محتملة. وفي السياق نفسه تلقى المنتخب الوطني أخبارا ممتازة بخصوص هشام بوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي الذي واصل مرحلة التعافي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. الفحوصات الأخيرة أكدت تحسن حالته بشكل واضح، ومن المنتظر أن يلتحق بالمعسكر التحضيري في سيدي موسى ليكون جاهزا للمشاركة في المونديال. وبذلك يكون المنتخب الجزائري قد تلقى دفعة معنوية كبيرة قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم، خاصة أن لوكا زيدان وهشام بوداوي كانا من أبرز الأسماء المهددة بالغياب بسبب الإصابة. وفي خبر آخر، انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عديدة حول إمكانية التحاق الحارس أنتوني ماندريا بمعسكر المنتخب الوطني، غير أن المعطيات الحالية تؤكد أن اللاعب متواجد في الجزائر لقضاء عطلته فقط وليس ضمن القائمة النهائية الخاصة بالمونديال. أما فيما يخص حارس اتحاد العاصمة أسامة بنبوط فقد خرج عن صمته وتحدث لأول مرة عن تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي. وأكد الحارس الجزائري أنه تسرع في اتخاذ ذلك القرار، معترفا بأنه كان من الأفضل التشاور مع مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل الإعلان عنه. كما شدد بنبوط على أن الأجواء داخل معسكر المنتخب ممتازة للغاية، وأن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل خوض منافسات كأس العالم، مؤكدا أن الهدف المشترك للجميع هو تشريف الكرة الجزائرية وتحقيق مشاركة تاريخية. ومن جهة أخرى يبدو أن فلاديمير بيتكوفيتش لم يكن الوحيد الذي تأخر في الإعلان عن قائمته النهائية، فقد كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أنه تعمد الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان قائمة منتخب بلاده بسبب رغبته في متابعة الحالة البدنية للاعبين المصابين وتقييم جاهزيتهم بشكل دقيق. وهو ما يؤكد أن سياسة الانتظار والتريث أصبحت أمرا شائعا بين العديد من المنتخبات الكبرى قبل البطولات العالمية بهدف ضمان جاهزية اللاعبين واتخاذ أفضل القرارات الممكنة. في النهاية تبدو المؤشرات الحالية إيجابية للغاية بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة بعد تعافي عدد من اللاعبين المهمين واقتراب موعد الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية التي ستحمل أحلام الملايين من الجماهير الجزائرية في مونديال 2026. والآن أخبرونا في التعليقات، ما هو الاسم الذي تنتظرون رؤيته أكثر في القائمة النهائية للمنتخب الجزائري؟ وهل تعتقدون أن الخضر قادرون على تحقيق مشاركة تاريخية في كأس العالم؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.